أبوش بسببه ما تقمر. بكر لو يكمل الوقت ما قد لقيت ولا بره اقتل أبوها. هذا العمل برعاية ميا شملان الأولى في اليمن. ليش فهد تأخر؟ ما ضمن كم نزيد نصبر لكم الجاك تحنا. وجاء وقت الانتقام يا فهدرته. لا يا فهد، لا يا فهد، لا يا فهد، لا يا فهد، يا فهد لا، فهد لا يا فهد، فهد فهد فهد. اسمع شوية يا حبيبي. مش رشيش ونتختخ فيك اللي ما تسويش ماشي عرباوي مش بعد. طفي الأغاني، احنا نخش انجاز. طفي الأغاني وأنت عاد أنت بتسيد. طفي يا حبيبي. لو بس هو ما بعرف شو اسمه. مش رشيش ونتختخ فيك اللي مصلحك. فين أقول طفي؟ وساول عصتني عرست. طفي. كل العالم عليك خوك معك. طفي. مالك؟ احرق بلدك. مالك وقفت؟ يوسف سيف كيف؟ أب قصدك على تقتل بنتي وتهرب سلاما في سلام. قسما بالله لا انحرك. لا لا أنا أشكرك يا أرجوان على موقفك البطولي هذا، أنقذتيني من حبل الموت. لا شكر على واجبك، وطبيعي أي شخص بمكاني عارف عن نفس الشيء. وللمرة الثانية أقدم شكري لك. الحين أقول لي أكرم، إيش أفعل بالجثة اللي في بيت يحيى مختار؟ قصدش في بيت سميون. من هو هذا سميون؟ من تقصد؟ بس كيف فهمني؟ أنا أرجع أكلمش بكل حاجة، وأنتي بالذات خص نص ضروري ما تعرفين. بس عايجي وقته الآن قومي روحي، أحلام سميون يشك فيش، والجثة سميون الذي بتسموه يحيى المختار هو متعود يخفي جثث واصل، ومع الوقت حتعرفي كلامي. دحين ما باقي معشانة،
يلا قومي روحي. ها؟ لا طز فيك مسكني هات من الجمال معك. يا بابا وين ماما سعاد الحين؟ ماما سعاد أصبحت ملاك طارت في السماء يا بنتي. يا بابا أنا اشتهيت. كلنا عطير يا بنتي. البعض حيطير على هيئة ملائكة والبعض حيطير على هيئة شياطين. يعني يا بابا ذا الحين ماما سعاد ما عندها ترجع. بابا 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 ها؟ يعني ماما سعاد ما عندها ترجع. ماما سعاد لا تفكرش يا بنتي بهذا الشيء أبدا. أنت اهتمي بدراستك ولعبي وضحكي ولا تزعلي ولا أي حاجة. تمام يا بابا؟ لا تفكري ولا تزعلي ولا حاجة. أصير معي عمل وش أرجع. تمام. أين فهد رداد؟ لك ندور على أين فهد رداد؟ الشيء حي أو ميت من تحت الأرض. الآن ترد. أرجوان أن كنتي؟ كنت في السوق نشتري يعني بعض الأشياء. ليش تخرجي بعدش ليش؟ الدنيا ما عادش أمان يا أرجوان. كم يا ناس بيحاولوا ينصبوا على يحيى المختار وانتي فاهمة هذا الخطر. انتي داري ايش وقع بالغفران. مرة ثانية لا تخرجي لو انتي والمراقبين. تمام يا أرجوان؟ خلاص المرة الثانية عادي تخرج معي ولا أي حد من المرافق. أنا بكشف السر اللي أنت بتخبيه يا يحيى وأنت بتشوف. شاشة كيف وقعت؟ فرح هناك سوى ضابط خليل. اسمه ضابط خليل كفن. شوفوا جميع الأدلة كامل ومسحوا الدم وعفوا السكين. ماشي شي شوفوا هذا أمامي تماما. عوض سمير أشعة فهد رداد عرفتوا مكانه ولا لا؟ هذا رجالنا بدوروا عليه. أول ما نحصله شير نده ميت. لا أشتي فهد رداد حي. أشتي فهد رداد حي. استعجل يا سمير وامسك لي فهد رداد عينه. فهد رداد عايز زيادة عن عايزه. شير نده حي لا بين الجنين. حلو يا سمير. بكر أنت الضابط خليل. ايش بتفعلوا معاه؟ موجود جالسة تحت التعليم. ما اشتيهاش تتنفس. موتوها جوا لأن أبوها هو السبب في موته. بكر شلني لعند أنت الضابط خليل. أمام سمير نظف الأمر كامل. شير يجي.
حصل؟ أنت اسكت ولا اسمع لك نخس. خليل تعال. أنا قلت لك لا دكتور جلو مساعد. ها؟ تهدد سميون بس. أنا قلت لك أنا أخذت نور حياتي مثل ما أخذ نور حياتي. إذا كان سميون أخذ نور حياتك ما دخل الأبرياء علشان يقتلون. يا فهد ردادة، كان بنفسي أخفف العقوبة عليك، لكن الآن حتأخذ أضعاف العقوبة. صبركم انتوا الاثنين، خلوني انقذ بنتي واجمع كافة الأدلة عليكم وودعوا حياتكم داخل السجون. خلاص يا حبيبتي قومي، خلاص لا تبكيش، خلاص. ما عايزة ترومينا. أمش قد هي في الجنة، خلاص. ما ساسة يا عمري صحيح، جلسي خلينا نشوفش. خلاص أمش قد هي في الجنة. ما عايزة ترومينا. لا تبكيش، لا تبكيش. أنا وعدش إن أنا وأنت نسي ونزورها ونقرأ عليها الفاتحة. أنا وعدش من عيني قبل عين الثانية. صدقاتي عند ماما سعد. والله لا نسر ونزورها ونقرأ عليها الفاتحة. هيا عجبش، لا تبكيش. ما تبكيش. هيا افرحي، أنا بدي هذه الابتسامة يا عمري. لا بس تبكي مرة ثانية. تمام. يا أردوان للحين ماما سعد عاطشة. والله انه صدقش، سردي لها من الخزان وذكانا. سامحيني يمه، مضطر. بص ولا نخشى يا بابا، يلا. هذا العمل برعاية مياه شملان الأولى في اليمن. بطلب بسيط عبر التطبيق تصلك مياهك المفضلة أينما كنت وفي أي وقت. استمتع بمذاق المياه الطبيعية النقية التي ترافقك منذ عام 1978. تاريخ من الثقة والجودة التي لا تضاهي. مياه شملان منذ أكثر من 4 عقود، ونحن نروي عطش اليمن بالنقاء. مزايا شملان: مياه طبيعية ونقية، جودة عالية بمعايير عالمية، طلب سهل عبر التطبيق، توصيل سريع إلى بابك. حمل التطبيق الآن واكتشف راحة الطلب بنقاء شملان.
غفران 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 غفران، الحق علي، أنا اللي قلت لها أنا كيف شو أسوي؟ إيش أقول لهم؟ يا ربي يا رب ما يوقع بها حاجة، يا رب. يا مو أنا باردة. تسلم يا عمو. حلو ما شاء الله، قلبك رحيم جدا. تعامل الايتام والاطفال هكذا، لا ما شاء الله كبرت في نظري. يا سلام، كبرت في نظري. بس عامل لي معاه دافئ. بكر أمور. شل لي هذا اللي فوق خمة القش سريع. بعد مني. ايش هذا؟ ايش هذا؟ إبر. ايش؟ إبر. ذكية مثل ابوش. ما دام عارف ان هذا ابره وهذا يشوف قش، هذا قش. ايش تطلعي لي الابره هذا من داخل القش؟ قومي دوري الابره. ايش تطلعي الابره؟ سريع. بكر أمور. يا عمو لا تقتلنيش، قد قتلت جدي. يا عمو سرقة اتعذبتوا بيها. بابا ما كانش يسخى علي، كان يدير اللي في نفسي. أما أنت الظلمة. بابا ما كنتش يسخى علي. بابا مسكين صح، بسبب ابوش ماتت امي. ابوش بسببه ماتت امي. بكر مسكها. شوفي الوقت
أنا بي في الساعة الرملية لو يكمل وما قد طلعتيش الإبرة من وسط كومة القش هذا والله لا أحرقش. سريع طلعيها يلا دوري. يا عمو ما اقدرش بس كمان يا عمو قوي. كومة القش خيرت صح؟ ما عاد تقدرش تطلعي على الإبرة. قومي دوري دوري يا يلا. عاد جاهزة دوري يا سريع دوري يا يلا يلا. بكر عمر لو يكمل الوقت وما قد لقيتش الإبرة اقتل أبوها. تمام. خليل مالك يا صاحبي؟ شوفك متحمل هموم الدنيا كلها فوقك. يا سليم والله نحسي وتفكيري عند بنتي وزاعل عابي ما تقبل عيوني. الله يرحم ابوك. بنتك لا تقلق من شانها، انا انقذها ان شاء الله. انا داري انه ما عقباش حاجه بس يا سليم انت تعرف سني ثعبان براسي خايف انه يغدر بها والله خايف. بس قل لي يا صاحبي به فكرة في راسك؟ واذا بفكرة في راسي هتوقف معي؟ الله المستعان يا صاحبي، معك لو اضحي بروحي. كفو يا سليم كفو. قل لي ما هي الفكرة اللي في راسك؟ الفكرة اللي في راسي يمكن نخسر الطابة تصحى فيها. قل لي يا سليم انت معي ولا ماشي؟ لو كان الموت نهاية الطريق اللي تمشي فيه انا معك. لو كلفني الامر خروجي من العسكرية. خلاص اسمعني وركز على الكلام اللي قاعد اقول لك بالحرف الواحد. تمام يا سليم؟ استاذ يحيى لو سمحت توقع لنا على هذا الملف. باقي هذا هذه لو سمحت. شكرا. حبيبة البابا عندي، ايش المفاجأة الحلوة هذه. قسما بالله ما حدش وذوقش المر مثل ما ابوش بعد نظري. قال لك يحيى المختار رجل خير، يقول لي والله ما هو الا سميون غسيل اموال وقلع عيون، لكن انا شقلع عينه ونظره
وخليه يذوق المر من عيني يا سيميون. هذا العمل برعاية مياه شملان الأولى في اليمن. الآن مع مزرعة الأحضان يمكنك الحصول على منتجات الألبان الطازجة في منزلك. مرحبا بكم في مزرعة الأحضان، حيث نبدأ يومنا بإطعام أبقارنا بأفضل أنواع العشب والعلف، ثم نأتي إلى مرحلة الحلب، حيث يتم استخراج الحليب الطازج بعناية فائقة. وبعد ذلك نقوم بمعالجة الحليب وتعبئته لضمان جودته وسلامته. تذوق الحليب الطازج واللبن والجبن وكل منتجات الألبان التي تحتاجها مع مزرعة الأحضان. نحن نهتم بصحتك وذوقك ونقدم لك منتجات طبيعية وطازجة دائما. العنوان: صنعاء، شرق الروضة. للتواصل على الأرقام التالية. يا ربي أنا إيش أفعل؟ اسكت فهموني إيش أقول ليحيى؟ أقول له إن بنته ضاعت من بين يدي ولا ما أقول له؟ يا ربي يا ربي أنا إيش أفعل؟ مالك؟ ايش اللي حصل يا بكر؟ مالكم انتم الوجيه هذا الذي تتيضي؟ ارفع راسك يا بكر. وليش اللي حصل؟ بكر ايش اللي حصل؟ سمير مالك يا سمير؟ حصلت حاجة يا سمير كلمني. أرجواء ايش بيها أرجواء؟ كلموني ايش اللي حصل؟ أرجواء ايش اللي هو؟ غفران. ما لها غفران. غفران صرنا مقبرة وبعدها شيل اللي عندي ما لها غفران. غفران اختطفت من بين يدي وانا مش دارية. ها؟ وانا مش دارية. صرنا نزور امي سعاد وبعدها ليش تخرجيها بغير اذني ليش؟ انا ما فعل اصلا. هي طلبت قالت لي يرجون شليني عند امي سعاد ازورها. شليتها وقت ما احنا جالسين ندعي عليها بالفاتحه قالت لي امي سعاد عاطشه. قلت لها ذاك الخزان هانك سيري دي لها. بس لا تقولي ولا كلمه. كيف تخرجي بنتي بغير اذني بدون ما اقول لك يا عرفه؟ هي قالت نفسها تزور امي سعاد وانا ما قلت شيء ازعلها وخرجتها. ما دراني انا ما دراني. ولو قالت ايش اشوف الام سعاد ما يحق لك يا ارجون تخرجها بغير اذني. سمين قلت لك انتبه على الفيلا يا سمين. ما حد يخرج الا لما تحاكيني يا سمين. بكر قلت يا بكر فهد ردات. حيا بسيميون او اسف قصدي يحيى المختار رجل الخير. ما وحشتكش؟ معي لك مفاجأة حلوة. سير من عندي. تسمعي يا بابا تعال ساعدني يا بابا. بنا يا بابا انا شايفة يا بابا. بص بنتك باقي لها دقايق وتودع الحياة بكلها يا سيميون. اسمع يا فهد، إلا بنتي يا فهد، أنا مستعد أسامحك على الولد كلهن يا فهد. مستعد أسامحك حين قتلت أمي، مستعد أسامحك
وأسفرك الخارج وأدي لك حياة غير الحياة هذه. إلا بنتي يا فهد. بص، أنا نقص. أنا على ما أعتقد يا سيميون إن أنا وعدتك وعد إن أنا أخليك تبكي قبالي الدم، وجاء اليوم الذي أنفذ وعدي. يا فهد بين أقول أص، تعال الموقع اللي شارسل لك، شل جثة بنتك المعفن السعمانت خاطرك. تستاهل يا الموت، ذوقي الموت سعما بوجههم يا الموت، تستاهل. بس يا بابا يا سبي الحمد لله يا بنتي قدرتي بخير ما شاء الله عليك. الحمد لله يابا قدرنا بخير، شكر الله اني اب مثلك.
غفران يا بنتي، ما دام انت تعلمتي في تركيا الفن التركي، لطفي لنا الجو الجميل هذا بأغنية حالية. Mihriban